السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بأتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم طريقه ووصفه حصريه للام ديال مسمن باش تحضروه دفعه واحده. تحضروا هكا مسمنه كبيره اللي تكون مربعه ومسمنه ملويه، وحده بالشحمه والبصل وحده بالكفته والبصل. يعني طريقه اللي تخليكم تحضروا المسمن بكل سهوله دفعه واحده. بقاو معايا لنهايه الفيديو باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير كنحتاجو 600 غرام من الدقيق الخالي من الجلوتين. دائما كنستعمل كميه كبيره من الدقيق باش نحصل على كميه اكبر. عندنا هنايا كأس من دقيق الذره، وايضا ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ايضا سنحتاج لملعقه كبيره من الخل الابيض، ملعقه كبيره من عسل النحل، ملح حسب الذوق، وايضا ملعقه صغيره من خميره الحلويات، وملعقة كبيرة من الجبن الطبيعي، استعملوا جبلي أو أي نوع من الجبن عندكم، وحبة بطاطس متوسطة اللي سلقتها مسبقا وطحنتها مع كأسان من الحليب وعطاتني هذه الكمية غادي نستعملها بالكامل. وما نساوش نخليو ماء سلق البطاطس أيضا جانبا حيت غادي نحتاجوه في العجين. فبسم الله على بركة الله غادي نخلطوا جميع النواشف اللي عندنا. الدقيق الخالي من الجلوتين كنستعمل دائما شارميكس بي. غادي نضيفوا ليه دقيق الذره، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، نضيفوا ليه هذاك الجبن الطبيعي، انا كنستعمل الجبن الطبيعي العادي اللي كيكون في المحلبات، وايضا غنضيفوا ليه الملح والخل مع البيكنج باودر او خميره الحلويات، وغنضيفوا ملعقه كبيره من العسل، يمكن تعويضها ملعقه كبيره من السكر. كنبداو نضيفوا البطاطس اللي طحناها مع الحليب بالتدريج. كنضيفوا هنايا الكميه بالكامل، وحنايا كنعجنوا المكونات. بالنسبه للمسمن فضروري كيحتاج للدلك. الاشخاص اللي عندهم العجانه فيمكن يديروا العجانه. ايضا هنايا كما كتلاحظوا ضفت في الاخير كأس من ماء سلق البطاطس، تحصلت على هذا القوام. هذا العجينه كتكون متماسكه. كناخذوا سطح العمل كنفرشوا فيه ورق بلاستيكي، كندهنوه بالزيت جيدا، ومن بعد كنوضعوا الكريه الاولى ديال العجين، كنديروا عليها البلاستيك الغذائي باش نتفاداو الالتصاق. هذه الطريقه الصحيحه باش تحضروا مسمن سون غلوتين. ومن بعد كناخذوا واحد المدلك وكنحاولوا نبسطوا العجين ديالنا جيدا. كنعرفوا بان المسمن ضروري ما كيكون العجينه رقيقه. من بعد كنحاولوا نستعنوا بالاصابع ديالنا وحنايا كنبسطوا العجين. هذا البلاستيك اللي كنديروا من الفوق ومن التحت كيساعدنا باش نبسطوا العجين ديالنا بسهوله، سواء بالمدلك او بمساعده الاصابع ديالنا. بعد ما كنبسطوا العجين كنزولوا هذاك البلاستيك اللي كيكون في السطح ديال العجين. هنايا كندهن العجين ديالي كندهنو بالزبده. انا استخدمت هنايا زبده بلديه كتعطي واحد الطعم رائع للعجين ديالنا او المسمن ديالنا. هنايا باش يجينا مورق فكنرشوه بالدقيق ديال الذره. وهنا كنحاولوا بواسطه واحد القطعه او واحد السكين اللي يكون حاد تقطعوا يعني المسمن ديالكم بهذا الشكل طولي، اشرطه اللي تكون متساويه في الحجم. وهنايا غادي ناخذوا داك الخليط اللي خدمنا ديال الشحم والبصل والتوابل. كناخذوا هذاك لاصوص اللي كتكون عندنا، يعني ديك ليدام اللي كتكون عندنا ديال البصل اللي درنا مع الشحم، وكنحاولوا هكا ندهنوا به المسيمنات ديالنا. وكل وحده يعني كنديروا فيها الحشوه بهذا الشكل هذا. يعني كديروا مسمنات يعني دفعه واحده بلا ما تعطلوا، بلا يعني ما تاخذ لكم الكثير من الوقت. هذه الطريقه هذه عمليه ديال الام ديالي، هي يعني اللي طاحت على هذه الفكره وقلت هكا نتقاسمها معكم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا وصفات اللي تكون عمليه وما تاخذش ليهم هكا الوقت، فكما لاحظتوا كناخذ هذاك البلاستيك وكنحاول نعاود نقطعه طوليا باش يعني كل مسمنه يعني كنتحكم فيها على حده. وهكا كنبقى نلف المسمنه ديالي الاولى كما لاحظتوا، لفتها بهذا الشكل هذا، ومن بعد درتها في قلب المسمنه الثانيه، وهكذا حتى كنكمل كندير وحده في قلب وحده. ودائما الشريط الاخراني اللي كما لاحظتوا ما درتش فيه الحشوه لانه هو اللي غادي نجمع فيه المسمنه ديالي. هذا هو الشريط الاخير.
كنحاول هكا نجمع المسمنه ديالي، كتعطينا ما شاء الله واحد المسمنه اللي هي كبيره. انا غادي نديرها في الفرن طبعا. فهنايا غادي نحاول نبسطها جيدا تتاخذ ليا واحد الشكل ديال المستطيل، ومن بعد كناخذوا هذيك ليدام اللي تبقات لينا، وهكا كنحاول ندهن المسمنه ديالي. وهنايا كنكون مسخنه الفرن جيدا على درجه حراره 200. كندخلوا المسمنه ديالنا مده ديال 5 دقائق، كنحتفظوا بنفس الحراره، ومن بعد كنزلوا الحراره 180 درجه. بالنسبه للمسمنه اللي غادي نديرو ملويه، فنفس الطريقه كناخذ النصف الثاني ديال العجين وكنحاول نورقو هكا حتى كيبان لينا هكا سطح العمل، يعني كنديروا طبقه رقيقه، كنرشوها ايضا كندهنوها وكنرشوها بالدقيق ديال الذره، وكنحاول نقطعوها الاشرطه. هاد المره هاد الاشرطه هادو غيكونوا شويه رقاق على الاشرطه اللي درنا في الاول ديال المسمنه، لاننا حنايا بغينا هنايا نديرو ملويه فغنديروا اشرطه اللي هما رقاق. هنايا عندي حشوه ديال الكفته مع البصل اللي شحرتهم. الا بغيتوا تزيدوا هنايا الجبن المفروم فكيبقى لكم الاختيار. انا هنايا اكتفيت فقط بالكفته مع البصل والتوابل. كما كتلاحظوا دائما كنخلي شريط واحد ما كنديرش فيه الحشوه، وكنحاول هنايا نلف بهذا الشكل هذا على شكل اسطوانه، وكندير دائما وحده في قلب وحده. كنبقى هكا نستمر على هذا الشكل هذا حتى كنحصل على واحد الملويه اللي هي كبيره في الحجم. دائما غادي نطهيو هاد المسمنات هادو، غادي نطهيوهم في الفرن. اللي بغى يدير كل ملويه على حده فغادي يدير فقط شريط واحد غادي يلويه وغيحاول يبسطها ويطيبها يعني بالطريقه العاديه. انا هنايا حاولت ندير المسمن اللي هو يكون كبير في الحجم، يعني مسمن ديال الفرن. هنايا كما لاحظتوا كل شيء موضح في الفيديو. كناخذوا المسمنه ديالنا او الملويه بعد ما شكلناها وكنعاونوا هكا بالدقيق ديال الذره الا كان عندنا هنايا هكا شي ثقوب، وكنحاولوا هكا نبسطوها في الانيه اللي غادي تدخل الفرن. طبعا اللي فرشنا عليها ورق المطبخ، وكندخلوها حتى هي لفرن مسخن مسبقا على درجه حراره 200 5 دقائق، وكنزلوا الحراره ل 180 درجه. من بعد ما كطيب لينا مزيان كنحاولوا هكا نديروا النار من الاعلى باش فقط تاخذ لينا داك اللون وتحمر لينا، وكنخرجوها بالصحه والراحه. غير جربوا ان شاء الله هذه الوصفه على ضمانتي، كتجي رائعه جدا وكتجي لذيذه 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 ما تسخاوش منها، خصوصا في هذا البرد هذا مع واحد الكاس ديال الشاي راه كتجي يا سلام. وهنايا المسمنه اللي درنا مربعه كما كتلاحظوا كتجي رائعه جدا، كتجي مقرمشه. انا غير هنايا ما قدرتش ندير لكم الصوت ديال القرمشه نظرا كان عندي شويه الضجيج في البيت. فهنايا غادي نحاول نقطع معكم واحد القطعه باش تشوفوا كيفاش كتجي القوام ديالها من الداخل، راه كتجي مورقه. هذا المسمن اللي درنا بالشحمه والبصل والتوابل كما كتلاحظوا كيجي ما شاء الله كيجي رائع جدا، راه هو شاكل راسو. وندوزو باش نشوفوا الملويه ديالنا ما شاء الله كما لاحظتوا كيفاش كتجي ملويه كبيره. انا تعمدت هكا ندير لكم وصفات اللي يعني كتكون هكا عائليه. انا بالنسبه ليا مره كندير هكا مسمنه اللي كتكون كبيره عوض ما نخدم هكا مسمنات اللي هما صغار وكياخذوا ليا الوقت. فلما لا قلت نشارك معكم اللي وصفه هكا عمليه كديروا يعني المسمن ديالكم دفعه واحده وفي الفرن وكيبقى صحي اكثر بلا ما ديروه في المقلاة. انا كنقطع لكم واحد القطعه من الوسط، شفتوا ما شاء الله كيفاش جا مورق وكيفاش جات فيه هذيك الحشوه، كيجي رائع جدا وكيجي خفيف. غير تبعوا ان شاء الله المراحل وتبعوا الطريقه باش ايضا تحصلوا على نفس الطريقه ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هكا المسمن ديال الشحمه او مسمن محشي بالخضار ولا باي حاجه متوفره عندكم، يعني ما تقيدوش بنفس الحشوه اللي درت انا. المهم تاخذوا فكره على العجين وطريقه التحضير. هكا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا أن صحتنا في حميتنا. إلى اللقاء.